بدون مطرحة وبدون رح. تعالي هعلمك ازاي تعملي عيش الرح اللي هو العيش البلدي الفلاحي على اصوله، وهتاكلي احلى عيش من ايديكي. هقولك على طريقة عبقرية للعيش البلدي الفلاحي، حاجة كده سهلة خالص. هنعمله بثلاث طرق، والطريقة اللي هتريحك اشتغلي بيها. هنعمله بدون مطرحة، وهنعمله برضو من غير ما نرحه، وهعرفك ازاي برضو ترميه في الفرن من غير المطرحة. انا هدى ودي قناتي. لو اول مرة بتتابعيني يا ريت تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول، وهندخل على مكونات العيش البلدي الفلاحي. انا معايا 5 كوبايات من الدقيق. ده دقيق متعدد الاستخدامات، لو عندك دقيق التموين اشتغلي بيه، لو عندك دقيق غلة برضو اشتغلي بيه. اول حاجة انا حطيت كوباية مية هنا. لازم المية تبقى دافية يا جماعة، يعني تسخنيها كده او ترتيها تبقى دافية، يعني تحطي فيها صباع تستحمليها. وحطيت معلقة خميرة فورية زي ما انت شايفة، او خميرة حطيت نص معلقة كبيرة من السكر. هدوب الخميرة كويس مع السكر زي ما احنا شايفين. انا كده برب خميرة يا جماعة للعيش بتاعي. هاخد 5 معالق من الدقيق زي ما احنا شايفين، واربهم بالمعلقة. وبعد كده انا هجيب المضرب عشان ما تبقاش فيه تكتلات زي ما احنا شايفين كده بالظبط. بالمضرب اشتغلي بالمضرب على طول، ما تشتغليش بالمعلقة. التكتلات دي كلها انا عايزاها تروح من من الخميرة بتاعتي. هنا انا هسيب الخميرة دي لمدة ربع ساعة يا جماعة. حطيتش غير مية وخميرة وسكر بس، وهسيبها لمدة ربع ساعة. هرجع لكم بعد ربع ساعة على طول كده. بس كده هنحط الدقيق، وهنحط عليه ربع معلقة من الملح، ربع معلقة كبيرة من الملح، او نص ملعقة صغيرة من الملح. بس كده تمام. هي دي كل مكوناتي. انا هنا حطيت كوباية مية، ومعايا كوباية مية تاني. وهشوف انا كمية المية اللي هستخدمها في ال5 كوبايات، عشان انت لو عايزة تعملي 5 كوبايات اعملي 5 كوبايات دقيق، هيدوكي برضو 7 ارغفة حلوين خالص. بس كده تمام. احنا هنعجن، وشوفي طريقة العجن احنا ازاي بنحط المية شوية بشوية، ما بنحطش المية مرة واحدة يا جماعة. دي الكوباية التالتة على فكرة. انا بحط شوية شوية زي ما انتوا شايفين، عشان احتمال يعني مثلا الدقيق يشرب السوائل، احتمال ما يشربش السوائل على حسب. عشان كده احنا بنحط الدقيق بشوية بشوية، المية شوية بشوية زي ما انت شايفة كده بالظبط. بس كده تمام. هنعجن مع بعض وعجيني كده زي كأنك بتعجني العيش الشمسي بالظبط. انا عايزة يبقى فيها عرق، كل ما يبقى فيها عرق بتبقى اللقمة معاكي طرية. بس كده انا هعجن طبعا، اخد راحتي كده، انزل الارض واشتغل براحتي. عايزة العجينة تبقى ملساء معايا وناعمة خالص زي ما انتي هتشوفيها بالظبط. شايفين العجينة شكلها ازاي معايا؟ عجيني ما يهمكيش، دي تموين، دي غلة، دي متعدد الاستخدامات، اي نوع دي استخدميه. انا دي الكوباية التالتة يا جماعة. انا هاخد 3 كوبايات الا ربع بالظبط في ال5 كوبايات. 5 كوبايات بالكوباية المعيارية تبقى ممسوحة، بالمج هتبقى ممسوحة، مش هرمية، يعني مش كوباية مش هرمية. لو انت عايزة توزنيهم، هم جابوا معايا بالوزن 685 جرام من الدقيق. بس خبطيه كده، دي خبطتين كده عشان يدخل في بعضه، يبقى كله عجينة واحدة زي ما انت شايفاني كده بالظبط. بس كده تمام. هو ده القوام اللي انا عايزاه. طبعا ده عشان دي متعدد الاستخدامات، هيبقى ماسك معاكي سنة، يعني مش زي الدقيق البلدي او دقيق الغلة. هي ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه، هو ده القوام اللي انا عايزاه بتاع العيش البلدي الفلاحي بتاعنا. بس كده بقول لكم كوبايه الا ربع، دي يبقى 3 كوبايات الا ربع بالظبط. بس كده هنغطيه ونسيبه يخمر معانا. اخد في الخمر ساعه يا جماعه، لازم يخمر معاكي. في الشتاء دلوقتي اخد ساعه بالظبط. بس كده تعالوا هنحضر دي اسمها ردة او اسمها نخاله، النخاله بتاعت الدقيق. ممكن تشتريها من اي عطار لو انت مثلا في المدينة. لو انت عندك دقيق غلة طبعا بالطبع بيبقى فيها نخالة. دقيق التموين برضو فيه نخالة. بس جايبالكم هنا طريقتين. شايفين انا جبت ورق، ده ورق كراسة عادية يا جماعة، ورق اجندة الموجودة عندك. حط الورقتين، هعمل عليهم رغيفين، وهقطع الباقي على على الصينية زي ما انتوا هتشوفوني.
هقطع بزيت يا جماعة. عايزة تقطعيه بدقيق قطعيه بدقيق مفيش مشكلة، بس لو قطعتيه بالدقيق حاولي ايه تغطيه، يعني غطيه بفوطة عشان ايه وشه ما ينشفش منك ويبقى ايه كده مشرك من فوق. بس كده اهو. بصوا هو انا طبعا هعمله صغير يا جماعة، مش هعمله كبير، احنا لسه بنتعلم وانا هتعلم معاكم. بس كده هنجيب اللي هنقطع عليه الورق، حطينا برضو عليه ايه ردة زي ما انت شايفين. هقطع الرغيفين برضو واحطهم على ايه على الصينية بتاعتي. جايبالك 3 طرق عشان ترميهم في الفرن، الطريقة اللي تريحك استخدميها. وهقولك برضو لو عايزة تعمليه على عين البوتاجاز هتعملي ايه، بس انت تابعي معايا كده للفيديو هتشوفي حاجات كتير في الفيديو. لو وصلت معايا لغاية هنا ياريت تحطي لي لايك بايدك القمر دي. بس كده تمام. هنسيبهم يريحوا ربع ساعة، لازم يريح يا جماعة، هنا العجين في الحالة دي لازم يريح. عايزة العيش ينجح معاكي لازم يريح زي ما انت شايفة كده. تسيبيه وهنا لما انا مقطعاه بالزيت مش هغطيه، لكن لو انت عملتيه بالدقيق او بالمية لازم تغطيه. هنا انا معايا المطرحة اللي هي مقفولة والمطرحة اللي هي تحت الرح. انا يا جماعة بعترف ان انا ما بعرفش ارح، بس هعمل عيش الرح والله العظيم طلع تحفة وطعمه جنان. بصي ده لو هتعمليه على ايدك الاول تمسكيه بايدك وبعد كده ايه تضمي ايدك الاتنين وتقومي عامله الحركه دي. لو مش انت عارفه تابعي معايا الفيديو هخليكي برضو تعمليه من غير ما ايه تلقفيه كده بايدك او تلقطيه. بس كده انا هنا بنفض الرده يا جماعه، انا مش برح، انا اصلا ما بعرفش ارح، مش هضحك عليكم. انا هنا في الحاله دي بنفض ايه الرده. وبصوا هرميه على دي عشان ادخله الفرن، عشان الفرن ايه عندي صغير مش هيدخل ايه المطرحه اللي انتوا شايفينها، عشان المطرحه واسعه اهي. بقرب لكم بصوا اهي سهل خالص. هنعمل واحد تاني برضو. لو انت عندك المطرحتين يبقى هتستخدم الطريقه دي. شايفين بيقب ازاي؟ اهم حاجه درجه حراره الفرن تبقى على الاخر. شايفين لونه يا جماعه تحفه. هسيبه برضو ايه لازم ياخد وش تحمير كده شويه. بس كده تمام. تعالوا هنعمل واحد تاني. نقفل الفرن بتاعنا عشان فرن صغنن كده وايه ما يبردش مني. تمسكيها بايدك كده اهي بصي على ايه على ايدك، بعد كده ايه تضمي ايديكي على بعض وتقومي عامله الحركه دي. انت ما بتعرفيش استني معايا وتابعي الفيديو هتشوفي هخليكي ايه تعملي برضو عيش رح من غير ما تمسكيه بايدك خالص. اهو انا بفرده بايدي وبعد كده بنفض الرده يا جماعه، انا ما برحش بنفض الرده عشان ما يبقاش معايا ايه في رده كتير من تحت وما يستويش معايا بسرعه. طول ما تنفضي منه الرده هو هيقب معاكي كده ايه بسرعه. وبس كده ايه بنطره على المطرحه دي علشان ادخله الفرن. هو ده العيش، هي دي اول طريقه يا جماعه. حطي لي لايك بقى بايدك القمر. بصوا سهل خالص يا جماعه. بس كده تمام اهو. بقفل الفرن عشان ناره ايه ضعيفة برضو مش زي الفرن الكبير. شايفين يا جماعة طالع حكاية والله العظيم طعامة السنين فيه. بس كده استعد معايا للطريقة التانية اهو. شايفين تحفة. طول ما انت تعجيني صح وتظبط الملح بتاعه وتظبط الخميرة بيطلع معاكي زي ما انت شايفة بالظبط. هنا انا معايا المصفى دي هنحط عليها ردة. دي المصفى بتاعت امي وامك بتاعت الاجيال. هنجيب اللي هو بالورقة بصي اهو مسكتيه بايدك حاجة سهلة، وتشيل الورقة من الجنب اليمين والورقة من الجنب الشمال وتمسكي بايدك وايه وتفردي كده. شايفين السهولة دي يا جماعة؟ في اسهل من كده؟ مش عايزة تاكلي عيش رح هي دي الطريقة. لو ما عندكيش مطرحة وما بتعرفيش ترحي زيي. بس كده هنشيل الردة. كتري الردة ما فيش مشكلة، والردة حط معاها شوية دقيق. بصوا اهي شايفين. هنجيب ايه بقى لو ما عندكيش طبعا المطرحة اللي هي مقفولة هنجيب ورقة. ده ورق بتاع الحواوشي يا جماعة، يعني مش ورق زبدة ولا اي حاجة. بصي اهي شايفة حطيه على الورقة. طب هتقولي ما عنديش مطرحة دخله عليه هنحطه على الصينية. شايفين
شايفين الطريقة دي سهلة ازاي؟ هنحطه بقى في الفرن، هنحط الورقة بس مش هنحطه بصينيته. شايفين؟ تحفة اهو. قبي ولا ما قبش؟ قبي معانا اهو. طريقة سهلة وبسيطة خالص. انت اكيد بتشوفي فيديوهات كتير ونفسك ايه تدوقيه. اهو جبتلك الطريقة السهلة البسيطة. شايفين؟ تحفة. لو عايزة تعمليه على عين البوتاجاز برضو هقولك ازاي تعمليه على عين البوتاجاز وتحطيه بعد كده تحت الشواية. برضو مش شرط يكون عندك فرن زي ده وتعملي العيش. شايفين العيش يا جماعة بيتكلم عن نفسه. هعملك برضو الطريقة التالتة برضو على المصفى دي، مكان المطرحة اللي هي تحت الرح يا جماعة. دي المصفى. شايفين؟ بس كده هنحطه اهي. شايف في سهولة اكتر من كده؟ وبايدك وافردي. دي صعبة؟ مش صعبة. يلا لايك حلو من ايدك القمر كده عشان الطريقة القمر دي. بس كده تمام. بصي ارفعي كده وشيلي الردة كلها وهزيه برضو عشان الردة كلها تنزل. عادي عادي مفيش مشكلة، مش هيجري مننا هو، عشان قوام العجينة مظبوط. بس هنجيب صينية. دي صينية البسبوسة. شوية ردة صغيرين وارميه الحقي. بس كده. في الحالة دي لو عايزة تحطيه على عين البوتاجاز تخليه يتشمع معاكي وبعد كده دخليه تحت الشواية، هيبقى برضو معاكي حكاية. بس انا عشان الفرن شغال بالمرة وما فيش حد اصلا بيصورني، فانا مش عارفة اقوم واقعد على البوتاجاز. بصوا تحفة والله العظيم. عيش يا جماعة مش عارفة احكي لكم ازاي. طعمت السنين فيه. شكله تحفة وطعمه تحفة، والخميرة اللي عملناها له بصراحة خلت طعمه تحفة. طبعا هو صغير مش كبير، انا مصغراه عشان الفرن بتاعي صغير. معلش يا جماعة سامحوني لو الفيديو طويل، بس انا عامله لكم الطريق 3 طرق عشان انت تستفيدي وتطلعي بفكرة برضو من العيش البلدي الفلاحي. لو نفسك تعمليه ومش عارفة تتصرفي ازاي، فانا جايبالك طريقة عبقرية علشان تعملي بيها العيش البلدي. بصي معايا. تعمليه سندوتشات، تكليب جبنة، تكليب عسل، تكليب زي ما انت عايزة. تعملي شوية سخينة كده بسمك، يبقوا حكاية معاكي. تحفة. أكلة سمك كده وشوية صلصة جنبيها وشوية رز وهاتي. مع السلامة. اشوفكم في فيديو قريب، وحطيلي لايك بإيدك القمر واعملي